بطولة دوري الأمم الآسيوية. في عام 2025 أعلن الاتحاد الآسيوي عن إطلاق بطولة دوري الأمم الآسيوية. ففي هذا الفيديو رح نحكي عن هاي البطولة، ايمت موعد هاي البطولة، مين المنتخبات اللي رح تشارك في هاي البطولة، نظام الصعود ونظام الهبوط، ورح نحكي إن شاء الله عن أهمية هاي البطولة لجميع المنتخبات وخصوصا المنتخبات العربية. دوري الأمم الآسيوية هي بطولة شبيهة ببطولة دوري الأمم الأوروبية اللي تم إطلاقها منذ سنوات في أوروبا وحققت نجاح عالي منذ سنوات مثل ما شفنا في بطولة أوروبا. طبعا الاتحاد الأوروبي أنشأ هذه البطولة وحقق نجاح جدا مميز في هذه البطولة في السنوات السابقة. هلا في آسيا الاتحاد الآسيوي رح يطلق هذه البطولة لحتى يرفع من مستوى منتخبات آسيا اللي طبعا شفناه مستوى جدا سيء في بطولة كأس العالم. يعني اليابان واستراليا وصلت للدور 32 وبقية المنتخبات من دور المجموعات ودعت البطولة. فهي البطولة مهمة لآسيا، رح نحكي هلا عن أهمية هاي البطولة. أهمية هاي البطولة للمنتخبات، أول شيء أنت عندك الآن هاي البطولة بتعطيك سنتين من اللقاءات الدولية الودية، يعني أي توقف دولي الآن أنت عندك لقاءات بتعرف مع مين بدك تلعب لمدة عامين. يعني تخيل أنت لمدة عامين أي منتخب سواء منتخب عربي منتخب من شرق آسيا عنده روزنامة مثل ما بيقولوا لمدة عامين مع لقاءات ودية مع مين بده يلعب في هدول السنتين. ثاني فائدة لهي البطولة انك انت رح تلعب مع منتخبات من مستواك او مستوى اعلى. يعني اليوم عندنا مستويات رح نحكي هلا عليها بعد شوي، انت رح تلعب مع هذا المستوى منتخب من مستواك او مستوى اعلى. فالسبب الثالث لاهمية هي البطولة انه انت رح تحسن تصنيفك من الفيفا لو حققت نتائج جيدة في هي البطولة، لانك رح تواجه منتخبات يا اعلى منك بتصنيف الفيفا بشيء قليل او اقل منك بقليل، فرح يكون في عندنا منافسة على موضوع التصنيف الدولي للفيفا. وطبعا هذا الشيء مهم في موضوع قرعة تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، لأنه الاعتماد يكون على تصنيف الفيفا ومستويات المنتخبات. طيب، نظام بطولة الدوري الأمم الآسيوية، نحن عندنا في آسيا 47 منتخب، رح نقسمهم 3 مستويات، مستوى أول 16 منتخب، مستوى ثاني 16 منتخب، ومستوى ثالث 15 منتخب. رح نحكي هلا عن النظام في المستوى الأول اللي فيه 16 منتخب وطبقوه على المستوى الثاني والمستوى الثالث نفس الشيء تقريبا. هلا المستوى الاول في عندنا 16 منتخب، هدول اقوى 16 منتخب في اسيا، هي هنا امامكم على الشاشه. هذا التصنيف الحالي، التصنيف الحالي، لانه ممكن هذا التصنيف يتغير ونشوف منتخبات عم تعلى ومنتخبات عم تنزل. عندنا 16 منتخب، هدول 16 منتخب بتقسموا لاربع مجموعات، في كل مجموعه في عندنا اربع منتخبات. عندنا الان 16 منتخب، في كل مجموعه في اربع منتخبات، اربع مجموعات بيلعبوا هاي البطوله ذهاب واياب، بيلعبوا ذهاب واياب. الأول من كل مجموعة بيطلع لنصف النهائي وبعدين بيلعبوا النهائي. يعني عندنا 4 مجموعات، بطل كل مجموعة بتأهل لنصف النهائي، والنصف النهائي بيلعبوا بين بعض، بعدين النهائي، والفائز في النهائي بيكون هو بطل دوري آسيا، نفس نظام بطولة دوري أوروبا. واللي بيحتلوا المركز الأخير من المجموعات بيهبطوا للمستوى الثاني. هون فنشوفوا أهمية هاي البطولة، بصير في عندك منافسة على الصعود وعلى الهبوط. يعني اللي كانوا مستوى أول اللي بيحتلوا 4 مراكز الأخيرة في المجموعات بيهبطوا للمستوى الثاني، والمستوى الثاني نفس الموضوع، البطل بيطلع على المستوى الأول وهكذا. فهذا بيخلق نوع من المنافسة. يعني أنا الآن إذا مستوى الثالث ممكن أطلع على المستوى الثاني، إذا مستوى الثاني وحققت البطولة في المستوى الثاني بطلع على المستوى الأول. فهذا الشيء بيعطي أهمية لهي البطولة جدا جدا مهمة، بتخلي مستوى المنتخبات يتقدم في التصنيف، وحتى المستويات ممكن تتحسن لأغلب المنتخبات. فعلى سبيل المثال اليوم أنا عندي منتخب سوريا، منتخب العراق، عندهم دائما مشاكل في إيجاد لقاءات دولية ودية. منتخب سوريا دائما يا بيلعب لقاء دولي ودي في التوقف الفيفا، يا أحيانا في منتخبات ما بتلعب حتى لقاءات دولية ودية. فهي البطولة جدا مميزة للمنتخبات العربية، في احتكاك مع منتخبات قوية. على سبيل المثال اليوم أنت في مستوى أول رح تلعب مع اليابان، رح تلعب مع استراليا بشكل مستمر. يعني انت البطولة مدتها سنتين، بعدين بيجي عندك التصفيات، بيجي كأس آسيا، بعدين بترجع بتنعاد البطولة. فانت عندك دائما احتكاك مع هاي المنتخبات القوية، فهي ايضا ميزة من ميزة هاي البطولة. وطبعا اكيد من ميزة هاي البطولة انه بتطلع لك منتخبات، بتصير عندك منتخبات عم بتفاجئك في ادائها. يعني على سبيل المثال في دوري الأمم الأوروبية منتخب النرويج اليوم شفناه في كأس العالم وصل للدور ربع النهائي. فأكيد منتخب النرويج احتك في المنتخبات القوية في دوري الأمم الأوروبية، فشفنا هذا الشيء انعكاسه على كأس العالم. منتخب النرويج وصل لربع نهائي كأس العالم، وحتى كان قادر ممكن يوصل لنصف النهائي بعد المستوى المميز خصوصا أمام إنجلترا في ربع النهائي. فبطولة مفيدة للمنتخبات الآسيوية. الصراحة الاتحاد الآسيوي السنوات السابقة ما أطلق أي بطولات مفيدة لا على مستوى المنتخبات لا على مستوى الأندية. فشفنا يعني البطولات الآسيوية ما عاد إلى قيمة مثل قبل. يعني عم نشوف اليوم دوري أبطال آسيا النخبة
بيكون احيانا لقاء نصف نهائي او نهائي ما بكون في جمهور. يعني هذا الشيء شفناه في كأس الاتحاد الآسيوي والبطولات الجديدة اللي طلعت، كان في غياب للمستوى الإعلامي، المستوى الفني لهي البطولة. فهاي البطولة رح تعطي قوة للاتحاد الآسيوي في حال تم إطلاقها إن شاء الله. طيب، متى ستنطلق بطولة دوري الأمم الآسيوية؟ هلا في عام 2025 قال الاتحاد الآسيوي نحن بدنا نطلق هاي البطولة. المتوقع أن يتم إطلاق هاي البطولة بعد نهاية كأس آسيا 2027 في السعودية. بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية رح تنطلق هلا في شهر 1 من السنة الجديدة 2027، الشهر الأول من السنة الجديدة 2027. بعد نهايتها ممكن أن يتم إطلاق بطولة دوري الأمم الآسيوية، والمنتخبات يصبح لديها روزنامة لمدة عامين، لقاءات دولية ودية جاهزة على تحت اسم دوري الأمم الآسيوية. وهي البطولة جدا جدا رح تفيد المنتخبات وخصوصا المنتخبات العربية، لحتى نشوف زيادة في المستوى الفني وأيضا زيادة في المستوى الإعلامي لهي البطولة. في الختام، لو عجبك الفيديو بتمنى منك الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وبنشوفكم بالفيديوهات القادمة. كتبوا لنا توقعكم لهي البطولة، هل ممكن تنجح؟ شو الإيجابيات وشو السلبيات بحسب نظرتك لهي البطولة؟ والله يعطيكم العافية.